السلام عليكم. واش عمرك تصورتي شي انسان كيقول انا الاله وخاصك تسجد ليا؟ ماشي في القصص الخياليه، هاد الشرح حقيقي. في هاد الفيديو غادي نوريك بشر حقيقيين وقفوا وقالوا انا الله. تعالى الله عما يصفون. والصدمه، الاف صدقوهم وبعضهم حتى اليوم مازال كيعبدوه. خليك معايا، راه فاش غتوصل للفقرة الأخيرة غادي تقول مع راسك واش فعلا العقل البشري مازال كيوصل لهاد الشي هذا. نبداو على بركة الله. أولا، هايل سيلاسي الإله الإفريقي في إثيوبيا. كان كاين واحد الإمبراطور سميتو هايل سيلاسي، رجل سياسي ملكي ومسيحي أرثوذكسي، ولكن العالم ما شافوش غير هكا. عشرات الآلاف من الناس خصوصا في جماعات الراستافاريين في جامايكا صدقوا أنه الإله المنتظر. من بعد ما تولى الحكم في 1930 انتشرت النبوءة عند بعض السود في الكاريبي كتقول غادي يجي ملك إفريقي أسود غادي يحرر شعوب الأرض من العبودية. وفاش شافوا التتويج ديالو شافوه هو داك المختار. الراستا بداو كيعبدوه سياسي كيقولوا عليه جلالة الرب الإله الحي والعياذ بالله. وحتى بوب مارلي دار عليه أغاني وقال عليه لاين اوف جدع. حتى من بعد الموت ديالو بقاو كيقولوا راه ما ماتش، راه غادي يرجع لأن الرب ما كيموتش. ثانيا، جون فروم الجندي اللي ولا إله في الجزر في أعماق المحيط الهادي في دولة صغيرة سميتها فانواتو. كاينة قبيلة مازال كتعبد جندي أمريكي سميتو جون فروم. جندي عادي خدام في القوات الأمريكية، ولكن بالنسبة لهم هو المخلص، هو الإله، هو اللي غادي يرجع لهم المجد. القصة بدات في الحرب العالمية الثانية، منين نزلات القوات الأمريكية في الجزر باش يديروا قواعد عسكرية، وشافوهم السكان لأول مرة الطيارات، الأكل، القهوة، الراديو، شافوهم كأنهم جايين من السماء. وكان من بينهم جندي اسمه جون فروم، قال لهم جملة وحدة: جون فروم أمريكا. من داك النهار هداك سماو عليه ديانة جون فروم أمريكا. كل عام كيديروا استعراض عسكري، لابسين كأنهم جنود، كيطلعوا في العصا بحال البندقية، كيديروا شعائر، كيقولوا جون فروم راجع وغادي يجي بخير. حتى لدابا مازال القبيلة كتعبد الاسم ديالو وبنات ليه تمثال كبير وسط الجزيرة. ثالثا، ساي بابا الساحر اللي داروه إله. في الهند كانت كاينة واحد الشخصية غريبة كتلبس البرتقالي وشعرها منفوخ ومنفوش بحال الصحراء، وكتصيفط البخور، الرماد، المجوهرات من يديها. اسمه ساي بابا، وكان كيدير معجزات في الساحات، كيخرج المسك من الكف ديالو على حسب اللي قالوا، كيصيفط رسائل الناس بلا ما يعرفوه، وكان كيتنبأ بمرض الناس قبل ما يمرضوا. ملايين آمنوا به، ماشي كمرشد روحي بل كتجسيد للإله فوق الأرض والعياذ بالله. ساي بابا بنى مراكز تعليم، مستشفيات ومتاحف، وكانت كتجيه زيارات من سياسيين عالميين. حتى ديانا أميرة بريطانيا كانت زارتو تاي واحد المرة. من بعد ما مات الناس مازال كيديروا ليه الطقوس، كيقولوا راه راجع بشكل جديد وغادي يبان. رابعا، بابا فامي النبي الأسود في إفريقيا. جمهورية الكونغو الديمقراطية كان كاين راجل سميتو بابا فامي، ما كان لا سياسي ولا عالم، ولكن خرج وقال أنا النبي، أنا الإله، وأنا اللي جاي نطهر الأرض والعياذ بالله. كان كيلبس أبيض من الفوق لتحت وما كيهضر مع حتى شي واحد، وعنده آلاف الأتباع كيتبعوه في الغابة، كيعيشوا معاه في ظهر الصيام والعزلة. بابا فامي كان كيدعي أنه كيهضر مع الملائكة، وأن كل الأمراض جايين من عدم الإيمان. والخطير كاين قبائل كاملة إلى يومنا هذا ما كيتداواوش عن الطبيب، وكيقولوا كلمة فامي كتداوي الروح والجسد. الخلاصة، هنا السؤال الكبير: علاش آلاف الناس في العالم كيصدقوا أن إنسان بحالهم راه ممكن يكون إله؟ واش هو الجهل ولا شي حاجة داخلية في كل واحد فيهم كتقلب على شي قوة أكبر حتى ولو كانت كذبة؟ اليوم مبقيناش كنعبدو البشر علانية، ولكن بزاف ديال الناس مازالين تابعين أشخاص، مشاهير، زعماء كأنهم آلهة، كيتبعوهم في كل كلمة وكيقلدوهم في كل حركة.
ولكن كلمة وحدة كتبقى، واللي هي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.